السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل: هل مصر ترفض مواجهة العراق بسبب محمد صلاح؟ وهل هو محمد صلاح السبب في إلغاء ودية مصر والعراق؟ تفاصيل الخبر: رفض الاتحاد المصري لكرة القدم العرض المقدم من الاتحاد العراقي لخوض مباراة ودية تجمع المنتخب العراقي مع المنتخب المصري في البصرة، وجاء ذلك بسبب الشرط الذي كتبه الاتحاد العراقي في رسالته من أجل تحديد المقابل المادي للمباراة. ووجه الاتحاد المصري وجاء عرض المباراة من جانب العراق إلى الاتحاد المصري بقيمة 100,000 دولار، شرطه لتواجد النجم المصري محمد صلاح نجم وهداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول، وفي حال غيابه عن المباراة يحصل اتحاد الكرة المصري على 50,000 دولار فقط، ودفع شرط تواجد محمد صلاح لمواجهة أسود الرافدين اتحاد الكرة المصري لرفض العرض والاعتذار عن ملاقاة العراق وديا في البصرة دون إبداء أي أسباب أخرى كما ذكرت وسائل إعلام مصرية. ومن هنا أصبح النجم المصري محمد صلاح علامة بارزة في كرة القدم العربية والعالمية، وهو ما يدفع كل المنتخبات لطلب مواجهة مصر من أجل المجموعة المصرية المحترفة التي يقودها النجم المصري محمد صلاح. وفازت مؤخرا على المنتخب البلجيكي في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الكويت الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف. وكان المنتخب المصري أيضا قد نجح في الفوز وإحراز هدفين عن طريق كل من مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه، كما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.